لا 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 لا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. أنا منال من قناة ست البيت، جايه لكم النهارده بفيديو جديد. مكملين مع بعض تحضيرات لشم النسيم أو عيد الربيع. هنعمل مع بعض النهارده بالعجينة القطنية أو العجينة الهشة مجموعة فطاير بحشوة الجبنة. هي بتتحشى أنواع كتير من الحشوات، بس احنا اخترنا نوع واحد النهارده هنشكل فيه الحشوات، هو الجبنة. هندخل على طول في المكونات، وتابعيني خطوة بخطوة، وانا هسيب لكم في صندوق الوصف بالتفصيل المكونات والحشوات مكونة من ايه. يلا بسرعة عشان ما نطولش على الفيديو، ندخل في الطريقة. طبعا انا معايا هنا 2 كوب من الحليب او اللبن الدافي بالشكل ده، وهحط عليه معلقة ونص خميرة فورية، وهحط عليه معلقة ونص سكر، وهحط عليه معلقة كبيرة بيكنج باودر، وهحط عليه نص كوباية من الزبادي، نسيت اقول لكم يا جماعة في اول الفيديو ان العجينة دي بتتعمل على مرحلتين. دي اول مرحلة اللي هنخمر فيها الدقيق مع الخميرة مع الحليب مع الزبادي والسكر. وعندنا الدقيق 5 كوبايات. هنستخدم في التخمير كوبايتين الاول، زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. دولت 5 كوبايات، هاخد منهم كوبايتين هنا. بسم الله. ادي اول كوبايه، تاني كوبايه، وهقلب بالشكل ده. هقلب كويس واسيب الخليط ده يختمر 10 دقايق وبعدين ارجع لكم. قلت لكم يا حبايبي بعد ما المرحله الاولى اللي احنا حطينا فيها كوبايتين دقيق ونص كوبايه زبادي ومعلقه ونص خميره ومعلقه ونص سكر وكوبايتين حليب دافي كده، وسبتهم يتخمروا 10 دقايق كده، خمروا كده بالشكل ده. هحط عليهم نص كوبايه زيت زيتون واقلب بالشكل ده. وهاجي على الجانب التاني من الدقيق اللي هما قلنا المرحله التانيه اللي هما عباره عن 3 كوبايات دقيق. هحط عليهم مقدار معلقه ملح صغيره بالشكل ده. وعلشان اعجن كويس وبراحتي هنقل الخليط ده هنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كله. وابدأ اعجن الخليط كويس
العجن هياخد ربع ساعة عجن، وهسيبه يخمر كمان ساعة، مش اقل من ساعة، في مكان دافي، وبعدين ارجع لكم. ورجعت لكم يا حبايبي بعد ما العجينة بتاعتي اختمرت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا فردتها على شوية دقيق، انا سبتها ساعة تختمر لغاية ما ارتفعت خالص معايا، فردتها وعملتها على شكل مستطيل زي ما حضراتكم شايفين. الإقماع دي يا جماعة هتلاقوها هنا في السعودية عند ابو 5 ريال، في كل مكان هتلاقوها ان شاء الله. تعالوا مع بعض نشوف هنستعملها ازاي في العجينة دي. انا هعمل العجينة دي شرايح بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. هاخد الاقماع بتاعتي، القمع بتاعي، على فكرة ممكن توسعيه وتضيقيه حسب ما انتي عايزة. لو مش متوفر القمع ده عندك، ممكن تعملي قرطاس من ورق الفويل او القصدير، برضو هيديكي نفس النتيجة. هاخد العجينة بتاعتي اللي انا قطعتها بالشكل ده، واخدها بالراحة كده، الفها على القمع بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عندي صينية مدهونة، وهبدأ مدهونة زيت، وهبدأ احط الاقماع بتاعتي فيها زي ما حضراتكم شايفين كده. هعمل واحدة تانية كمان معاكم. عندي القمع بتاعي هوسعه شوية، ولازم تتأكدوا ان الاقماع دي ستانلس. انا وسعت القمع بتاعي شوية زي ما حضراتكم شايفين كده. هاخد حتة من العجينة والف عليها بالراحة بالراحة زي ما حضراتكم شايفين كده. العجينة واخدة حقها في العجن، فما شاء الله عليها. هكمل بقية الاقماع. قبل ما ادخلها الفرن، انا عاملة بيضة وحاطة عليها شوية لبن بودر. ممكن انتي تستغني عن البيض وتخلي لبن البودر بس ومية، وممكن نقطة فانيليا، مش هتأثر في الطعم، بالعكس هتشيل الزفرة وهتديها طعم حلو قوي. وممكن لو ما عندكيش فانيليا ممكن تحطي فلفل اسود نطرة صغيرة او فلفل ابيض. انا هدخلها على الفرن على درجة حرارة متوسطة، وبعدين لما تبرد خالص هنشوف هنحشيها مع بعض ايه. لكم يا حبايبي عشان نعمل مع بعض الحشوة. انا مبدئيا الحشوة بتاعتي عبارة عن جبنة فيتا، حطيت عليها جبنة مثلثات بتديها طعم حلو قوي. ههرس الخليط ده مع بعضه، عشان كل ما احتاج من حشوة هاخد منه واحط على الحشوة اللي انا عايزة احطها. عايزة اعمل معاكم دلوقتي الحشوتين اللي هنعملهم دلوقتي بالعجين. هنعمل المناقيش السوري والفطاير السوري. عندنا المناقيش هتبقى عبارة عن زعتر وعليه نص كوباية زيت زيتون، مش الكوباية كلها، نص كوباية زيت زيتون. دي مناقيش الزعتر، ربع كوباية زعتر عليها نص كوباية زيت زيتون. اما الفطاير السوري فهي عبارة عن جبنة فيتا
وعليها بقدونس. هاخد الكميه اللي انا عايزاها، ولو احتجت احط تاني. واحط عليها بيضه زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا عشان الزفاره هحط شويه فلفل اسود، واضرب المعجون ده كله. يبقى الحشوه بتاعت المناقيش جاهزه عندي، والمناقيش اللي بالزعتر والفطاير اللي بالجبنه. وهنشوف مع بعض هنعمل ايه دلوقتي. ورجعت لكم يا حبايبي عشان نعمل المناقيش بتاعتنا والفطاير السوري. انا جبت العجينه وفردتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا ريت الكاميرا تقربها شويه. فردتها بالطول، وهبدا احشيها بالجبنه اللي احنا عملناها مع بعض. جبنه بالبقدونس، وحطينا عليها بيض بالشكل ده. وهبدأ اقفلها من الجناب. زي ما حضراتكم شايفين كده، على قد ما اقدر. كده قفلتها من الطرفين زي ما حضراتكم شايفين. اقدر انقلها واحطها في الصينيه. هنعمل مع بعض المناقيش اللي بالزعتر يا جماعه. انا دهنت العجينه زيت زيتون الاول، وبعدين هبدا انزل بالخليط اللي احنا عملناه. ربع كوبايه زعتر، وعليه سمسم، ونص كوبايه زيت زيتون. هبدا اوزعه في النص كده، واقول لكم على حركه تثبت الزعتر على المناقيش بالشكل ده. هفرده بايديا واضغط بايدي كده على الزعتر على المناقيش بتاعتي، وابدا انقله في الصينيه جنب الفطاير بتاعتي هنا في الصينيه. رجعت لكم يا حبايبي عشان نعمل مع بعض الميني بيتزا من نفس العجينه برضو. انا بططتها بالشكل ده. كنت عامله الصلصه بتاعه البيتزا، انا عملتها قبل كده معاكم في فيديو البيتزا. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو، او الرابط بتاع الفيديو بتاع الصلصه، عشان تبقوا تشوفوه. كده هدهنها صلصه بالشكل ده. عندكم بقى اي حشوه. عندي طماطم، مقطعه طماطم، وعندي زيتون اسود. حابه تحطي زيتون اخضر مفيش مشكله. عايزه سكينه عشان اقطع السلامي. اي حشوه موجوده عندك حطيها. عندي سلامي بالشكل ده، وبعدين هاخدها بالراحه كده، احطها في صينيه مدهونه زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعدين هدخلها الفرن، وبعدين اطلعها احط عليها جبنه موزاريلا لما ادخلها الفرن شويه. وبعدين نشوف مع بعض هنعمل ايه. ورجعت لكم يا حبايبي عشان نحشي مع بعض الإقماع اللي احنا عملناها. اول حاجه خالص، اول ما طلعت من الفرن فكيتها بالطريقه دي، بتفك بسهوله. زي ما قلت لك اتاكدي ان الاقماع استانلس. عندي الحشوه جبنه ساده، لان في عندي اولادي بيحبوا جبنه ساده مش عليها حاجه. وفي جبنه فيتا عليها خضار، فلفل، وممكن لو عندك فلفل الوان وزيتون، بس كده. وعندي هنا
جبنه برمجان على جبنه رومي وبقدونس للتزيين. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ازاي. طبعا معلقه صغيره، وهبدا احشي الاقماع عندي. انا حشيت الجبنه عندي كده، هبدا اسويها بالمعلقه زي ما حضراتكم شايفين شكلها. وهجيب الجبنه البرمجان وده شكلها. هعمل واحده تانية. بالشكل ده. وعندي بقدونس وكده شكلها. يعني ممكن تحشيها بالحشوات اللي موجوده عندك، ولو انت حابه تحشيها لحوم او فراخ في خلطات تانية. بس زي ما قلت لكم النهارده الخلطه بتاعتي هي الجبنه. قلت لكم يا حبايبي بعد ما خلصت الفطاير بتاعتي والمناقيش ب5 كوبايات وبالعجينه القطنيه عملنا الفطاير الجميله اللي حضراتكم شايفينها دي، وفرحنا بيهم الاولاد. كل سنه وحضراتكم طيبين، وعيد شم النسيم وانتم طيبين. كده الفيديو بتاع النهارده خلص. اتمنى ينول اعجابكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد عن قناتي. كل سنه وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.